غادر الرئيس الجزائري مؤتمر قمة المناخ بمصر وعاد لبلاده في نفس يوم افتتاح القمة، تاركا الباب مفتوحا على عدد من الأسئلة التي تداولها بعض الإعلاميين الذين اعتبروا هذه المغادرة لغزا غريبا. تبون عاد ليلا أمس الاثنين تاركا مقعد الجزائر شاغرا، حيث استقبله في المطار الرئيس الفعلي شنقريحة، حيث ذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن شنقريحة هو من أمره بالعودة حالا. ولم تكشف المصادر سبب هذه الدعوة، لكنها بررتها ربما بالخوف من عقد تبون لقاءات على هامش القمة المناخية قد تشمل المغرب، في ظل غياب أي مراقبة له، كما حدث في قمة الجزائر التي كان فيها تبون والعمامرة تحت رقابة الأجهزة العسكرية. ونشر إعلاميون مقعد الجزائر فارغا في أشغال القمة، متسائلين عن سبب عدم وجود حتى العمامرة الذي كان من المفترض أن يشغل المقعد مكانه، ما يزيد من لغز هذا الغياب. وكانت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد سخروا من الصورة الجماعية التي التقطت على هامش القمة لزعماء المشاركين، حيث جمعت بين تبون والرئيس الإسرائيلي، وتساءلوا أين السعار ضد التطبيع الذي يرفعه النظام العسكري في الجزائر، رافضين أي تعامل مع إسرائيل. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وصل بعد ظهر الأحد إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لحضور قمة المناخ الدولية 27، ورافقه في رحلته إلى مصر وزير الشؤون الخارجية رمطان العمامرة ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن 4 مقاتلات تابعة للقوات الجوية رافقت طائرة الرئيس تبون لدى إقلاعها من مطار هواري بومدين الدولي.